هنعرف جميع أسعار الخضار النهاردة، هنعرف أسعار الطماطم، وهنعرف أسعار التوم النهاردة في سوق العبور، وهنعرف أسعار برضو أسعار البصل، وبرضو أسعار البطاطس، وبرضو أسعار الخيار، وأسعار الباذنجان اللي هو الباذنجان الأسود المقلي، وأسعار برضو الجزر وجميع الخضار عامة. وهنعرف برضو أسعار ورق العنب وأسعار الكوسة، وطبعا جميع الخضروات هنشوف أسعارها هنا. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي، ولو شفت اسم غالي عليك اكتبه في الكومنتات قبل ما نبدأ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وشكرا لكم على دعمكم في الفيديوهات اللي قبل دي. وقبل ما نبدأ زي ما قلنا ذكرنا أسعار النهاردة يوم الخميس 2/2026. زي ما ذكرنا قبل كده أسعار النهاردة في سوق العبور الجملة. زي ما قلنا يا جماعة أسعار الطماطم النهاردة عملت حاجة كبيرة والناس كلها ما صدقتهاش. أسعار الطماطم النهاردة يا جماعة سعر العداية اخرها خالص يا جماعة 250 جنيه سعر العداية النظيفة النهاردة في سوق العبور. هنعرف برضو اسعار التوم النهاردة. التوم الاحمر ب 12 جنيه. ونعرف اسعار الكوسة سعر الكوسة يا جماعة النهاردة النظيفة ب 8 جنيه. وهنعرف برضو اسعار الخضار النهاردة في سوق العبور. دلوقتي ده اللي قدامكم ده خيار سعره النهاردة النظيف يبدأ من 8 جنيه لحد 12 جنيه. وسعر الجزر برضو كذلك الأمر يبدأ من 9 جنيه لحد 13 جنيه سعر الكيلو. وطبعا كيلو أوراق العنب ب45 جنيه لحد 60 جنيه سعر أوراق العنب النهاردة. بالنسبة لسعر البنجان الابيض او العروس الابيض يبدأ من 13 جنيه لحد 15 جنيه. وبالنسبة برضو الى البصل الاحمر ب15 جنيه لحد 16 جنيه. وبالنسبة الى البطاطس النهاردة سعرها في سوق العبور تبدأ من 13 جنيه لحد 17 جنيه سعر البطاطس اللي هي التحمير. وعاوز اعرف برضو توقعاتكم انتوا في الايام الجاية لجميع الخضار هيبقى السعر عامل ايه. عاوز برضو اعرف رأيكم. وبالنسبة برضو في فيديوهات تاني كثيرة فيديو جديد ان شاء الله لاسعار الفواكه النهاردة في سوق العبور الجملة. وما تنساش تصلي على النبي، ولو شفت اسم غالي عليك تكتبه في الكومنتات. وما تنساش برضو تشترك في القناة عشان